جدول يضم فقرة أصيلة وحيدة، فقرة تعنى بأهم مفصل لإنعاش الاقتصاد العراقي، وهي الإيرادات البعيدة عن النفط، زراعة وصناعة وسياحة وضريبة وأموال المنافذ، كلها من شأنها أن تعزز خزينة الدولة وترفع من الاقتصاد في حال فعلت بشكل حقيقي وفقا لنواب. اليوم كانت جلسة عامة على الواردات الغير النفطية. احنا ما نقدر نقول نلغي الضرائب ونلغي الرسوم الجمركية، لأن الدولة أكيد احنا نقول العراق يعتمد على 95% من وارداته على النفط، فأكيد لازم تتبدل هاي الحالة، فاحنا محتاجين طبعا لواردات إضافية. حضور بعض أصحاب الشأن التنفيذي بهذه الجلسة ليس لمعرفة حجم الإيرادات المتحققة في السنة الماضية فحسب، بل للعمل على زيادتها دون تأثر المواطن وإثقال كاهله، حسب ما أشار إليه نواب. هذه الجلسة أقيمت حتى للتوضيح الإيرادات الغير النفطية الموجودة في العراق، فتم استضافة مدير الجمارك وتم استضافة مدير المنافذ الحدودية ومدير الضرائب العامة لتوضيح ما يجري في العراق من خلال هذه الاختصاصات. نقاشات واجتماعات استمرت قرابة 4 ساعات داخل البيت التشريعي، لم توضح معالم الخطوة المقبلة بهذا الملف، مع احتمال الانتقال إلى جلسة أخرى قد تكون تكميلية للجلسة الثالثة للدورة السادسة. ما نوقش وما استعرض تحت قبة البرلمان بمثابة وضع بوصلة التنمية بعيدا عن النفط، الشريان المتقلب مع أحداث المنطقة والعالم، تماشيا مع رؤية اقتصادية وجب تنفيذها والمضي بها لإعادة رسم ملامح الاقتصاد العراقي. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.